حبايبنا، عملتوا ايه؟ طمنوا عليكم. ايه رايك؟ شغل عالي صح؟ داخلين بنفتش، بعد كده تحط الشنط، فتش الشنط، بعد كده داخل تسلم تليفونك، بعد كده بقى ايه؟ تطلع على لجنتك، عمال تلف على اللجان. يا باشا انا فين؟ في اللجنه التانيه. يا باشا انا فين؟ في اللجنه التانيه. تخش اللجنه، عمال تلف على كل الديسكات مستني تشوف الصوره الورقه اللي عليها صورتك ورقم جلوسك صح؟ ويا سلام بقى، يا سلام على الناس اللي جت متاخره والرعب اللي كانت فيها جايه تجري. ده اللي هو انا دايما كنت بروح متاخر تجري تطلع على اللجنه. اللهم صل على النبي، شايفه الناس كلها كده مرصوصه ومعاهم ورق، وانت الحزين اللي لسه داخل مرابط. اتفضل يا دكتور اقعد بقى، انت اللي كنت مدوخنا وراك اقعد صح. ان شاء الله تكون اديته احلى اداء ان شاء الله كده، والامور كلها تبقى عالي العال. وان شاء الله ما تكونش رجعت مع صاحبك، وان شاء الله ما تكونش وترت نفسك، وان شاء الله تكون رميت الامتحان ده ورا ظهرك وما تفكرش فيه تاني، لان هو مش هيرجع، ولا الزمن هيرجع، ولا اجاباتك هتتغير، ومجهودك انت حاططه في الورقه من غير غش، من غير غش. بكرر تاني، حتى لو حصل اي حاجه من، حتى لو ربنا يعني ايه، يعني حتى ولو ربنا يعني يعفو عنك ان شاء الله لو غشيت نقطه او نقطتين، ما نغشش بقى في اللي جاي. ماشي، انا بتكلم صريح، انا بتكلم صريح. حتى لو يعني ايه جت معاك نقطه او نقطتين كده، يا ريت بقى ما تعملهاش تاني. وتمام، وتوب، استغفر. تمام يا معلم، تمام. المهم، ما تفكرش في اللي فات خالص خالص خالص. اوعى تفكر في اللي فات، ما تعكننش نفسك. حتى لو غلطت في سؤال تافه يا عم، انت مالكش دعوه، مالكش دعوه، هتشوفها في الاخر. انت طالما اجتهدت وربنا ودخلت امتحانك وحليت بمجهودك وجبت اخرك، ربنا يوفقك. لا تدري والله اللي قدامكم ده خارج من امتحان الصرف ناقص درجه، انا كاتب الموضوع كله غلط، جاي اشوف النتيجه 40 من 40. ما تقوليش ازاي، ما اعرفش. هي ما بتحسبش كده، هو مجهود وربنا ان شاء الله يوفقك. تعال نشوف بقى ايه الرياضه البحته. عايزك تفهم ان انت رايح تمتحن على 4 مواد: جبر، وهندسه، وتفاضل، وتكامل. احنا السنه اللي فاتت كنا بنمتحن على مرتين، فانت مطلوب منك مجهود كبير. تمام، تمام. يعني انت دلوقتي انت مطلوب منك جبر وهندسه وتفاضل وتكامل في ورقه واحده، وعلى طول تك 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 تك. مفيش وقت، مفيش وقت انت تفكر، انت داخل تكتب، داخل تكتب. انت مفيش وقت تفكر في السؤال، انت المفروض تكون داخل حافظ الاسئله زي هنا كده، داخل عمال تختار. انا كنت كده، انا داخل اختار يا باشا، مش داخل احل. انا حافظ الكتاب، انا داخل احل بس، انا داخل اكتب. تمام كده، تمام. فانت شوف، هتروح من امتحانك هتنام، اوعى تشوف نموذج مدرس منزله، اوعى تشوف نموذج اجابه، اوعى. ماشي، تمام. هتروح شوف بقى، انت هتصلي الظهر، هتنام، نام لك ساعه كده ولا ساعتين، وقوم بقى شوف لو انت عندك مدرس هتراجع معاه، شوف لو انت مظبط مشترك مع مدرس هينزل لك مراجعه، شوف اي حاجه انت مظبط نفسك عليها. اما لو انت مش مشترك مع حد وهتقضيها يوتيوب، فيا باشا مفيش غير مستر هندسه، مفيش غير مستر هندسه معالي الكبير. تمام، مستر هو عامل لك 4 ساعات شرح جبر، وبعد كده 4 ساعات شرح هندسه، و4 ساعات شرح تكامل. دول ان شاء الله هينزلوا النهارده يوم الخميس. تمام، في فيديوهين هينزلوا يوم الجمعه، كل فيديو 4 ساعات برضه، عشان التفاضل كبير، التفاضل ايه كبير. تمام، ايه هيعمل لك ايه تاني؟ هيحل لك اسئله تجريبيه، ملخص القوانين هينزلها لك، كل اسئله الكتاب بتاع المعهد. ايه المطلوب منك حضرتك؟ المطلوب منك زي الشاطر كده، والله هات ورقه وقلم، شغل فيديو، اكتب وحل، شغل فيديو، حل وشوف الاجابه، حل وشوف الاجابه، حل وشوف الاجابه. تمام، تمام. الحل ده مظبوط والله. هو مفيش غير كده في الرياضه. هو انت داخل انت داخل حافظ، عايز تكون حافظ الكتاب عشان تخش تكتب، عشان مفيش وقت في التفكير في الرياضه. تمام، زي الفل. فانت يا باشا قدامك الفيديو، بتحل السؤال وتروح تعلم وتشوف هو حله ازاي، تحل السؤال وتشوف هو حله ازاي، تحل السؤال وتشوف هو حله ازاي. تمام. مثلا اي مدرس تاني ينزل مراجعه بعد ما تخلص مراجعه مستر هندسه، عايز يا باشا تسمعها اسمعها. ولا اني افضل انت بقى خلصت مراجعه مستر هندسه، استفدت منها، خلاص كويس جدا، كويس جدا جدا جدا. عايز تسمع مراجعه تاني انت حر، مش عايز تسمع مراجعه تاني باشا خش حل امتحانات. طب لو انت خلصتهم وتفضل لسه وقت، اسمعهم تاني، صرح في 2. احنا بنقول كام فيديو، هم احنا كده 5 فيديوهات في 4 20 ساعه، 20 ساعه دول في ساعه، يعني لو ضربت في 2، لو ضربت في 2 هيبقى 10 ساعات صح. 10 ساعات دول يعني 5 الصبح 5 بالليل، 5 الصبح 5 بالليل، خلصت رياضه. بس تكون انت بقى بتذاكر كويس. يعني انا فعلا شفت السؤال بحله تاني، يعني هو حله، انا احله تاني وحله تالت وحله رابع لحد ما يلزق هنا، اخش الامتحان اقطعه كوبي بيست. انت مش محتاج رياضه تاني خلاص، انت مش محتاج رياضه، انت مهم عندك ال 60 درجه بتوع الرياضه، دول المهم عندك. تمام،
تمام. ربنا يوفقكم يا رب يا شباب ويكرمكم ويعينكم. طمنوا عليكم بالله في الكومنتات تحت، وابعتوا الفيديو ده لاي حد رياضه البحته معصلجه معاه الرياضه كلها. فبجد بجد يعني ما فيش لسه في وقت، ما فيش حاجه اسمها الوقت ضاع. انا والله العظيم كنت لسه بادئ اخد مركز الثقل ليله الامتحان، والله العظيم والله العظيم كان وحده عندنا اسمها مركز الثقل، انا كنت لسه باخدها ليله الامتحان. فربنا يوفقكم. هاتوا اخركم. ليالي الامتحان بيحصل فيها معجزات، اقسم بالله ليالي الامتحان بيحصل فيها معجزات المعجزات. ثق في ربك. احنا في العشر الايام من ذي الحجه، ادعي 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 وعلي سقف طموحاتك، اضرب في السماء، اضرب في السماء، علي سقف طموحاتك على الاخر. تمام. ربنا يوفقكم يا رب، واشوفكم زي ما بتتمنوا، ونقابلكم السنه الجايه واحنا مع بعض احنا مع بعض هنا على القناه يعني، لحد ان شاء الله ما نكمل الامتحان خالص، ومعاكم في التنسيق ومعاكم في كل حاجه ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا رب يا شباب. ما تنساش لايك كومنت سبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.